دراسة أمريكية اللي دارت على المجتمعات الغربية كتقول بأنه من هنا ل 2030 تقريبا 45% من العيالات اللي غادي يكونوا ما بين العمر ديال 25 سنة و 45 سنة غادي يكونوا ممزوجات وما عندهمش الوليدات. طبيعي هادشي نتيجة ديال الفكر ديال أنني ما محتاجاش راجل باش نعيش باش نكون سعيدة، خصوصا أنهم هما ما عندهمش مسألة حلال وحرام، يعني ممكن دير علاقات بالطريقة اللي بغات بلا ما يكونوا عندها وليدات وتركز في لاكارير ديالها، تركز في أنها تشري السيكان، دير فلوس، تسافر، تشري المواقن الى اخره. كيقولوا الاخصائيين النفسيين باللي جميع دوك الفلوس اللي غادي يكونوا دوك العيالات داروهم ما غاديش يجيبوا لهم السعاده ملي غيوصلوا لواحد العمر معين، لان السعاده في داك العمر كتولي عندها ارتباط بالمعنى المعنوي، يعني بالاسره. بزاف د الامور غادي يقدروا يندموا عليها، وكذلك هادشي غادي ياثر على النمو الديموغرافي ديال البلد اللي كنظن انه هو معتمد، لان هاد الافكار ما كتجيش وتزرع في المجتمعات بشكل عشوائي. فحذاري من فكر النسوي الخطير مدمر للشعوب. صباح الخير عليكم. هذا ميساج لبنات خواتاتي اللي جايين من دنيتكم، نعطيكم ميساج ديوه من عند اختكم كبيره عليكم. شفتي كيجي الراجل اللي يقول لك ما تخدميش، انا نتزوج معاكي تو نديرو الدار وما تخدميش انا اللي نخدم. افرحي هادو ولاو ما كانش ولاو مقطوعين. شفتي هذاك الراجل لو مش باش يقمعك ولا يحقرك ولا سي بور تو بريزيرفي، باسكو يحب يبريزيرفيك. ربي خلق المرأة on a été conçu باش تكوني أميرة في دار باباك وملكة في دار راجلك. وعلاش نتيا تحبي تخرجي تنوضي على 5 تاع الصباح وتحبي تروحي تخدمي وتهمبري والبرد فيك والسخانة فيك ومن هبة ودبة معاك؟ وعلاه؟ ما تقعديش هكا الله تلقاه هو مقتدر قالك أنا قادر على شقاية، انتي ما تخدميش قعدي في الدار. يا أختي قعدي في الدار وين تلقايها هذه؟ فهمتي؟ يجيبكش هذيك زعما نو فيمينيست اختيك من الفيمينيزم، سا نيكزيست با. ربي الى كونسي الراجل باش يخدم لو ترافاي فيزيك، يتعب يخرج يروح يخدم، وانتي خلقك ربي فراجيل. سي با فابل، فراجيل. سا فو دير si tu sors tous les jours تنوضي على 5 تاع الصباح وتخرجي tous les jours وتروحي تخدمي وتروحي في الليل،